الرزق. وبعدين حط نقطة عشان يعني عشان تلغي دماغك شوية من الدنيا وتبطل تشيل هم الدنيا شوية. بص للآخرة، لازم الواحد فينا يبص للآخرة. تخيل يا عم، مش هقول لك يا عم تخيل الحلو بس، تخيل الوحش. تخيل ان انا يوم القيامة هبقى واقف قدام ربنا. شوف، تخيل كمية الناس اللي موجودة، الأهوال اللي موجودة، عباد كتيرة، واللي بيصرخ واللي بيعمل رعب. معلش أنا آسف يا فؤاد، معلش يا أخويا. أنا دلوقتي إحنا قاعدين، لو البيت ده بيت مثلا جنبنا ولا حاجة، لقيت إيه أنبوبة ضربت وبوم بوم بوم، هنجري، ممكن نجري عشان نساعد أو بس القلب ده هيبقى بم 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 بم، مش هيسكت. رعب واحنا في دنيا، وممكن في 5 دقايق النار دي تتطفى بالك بقى انت في الاخره، انت وواقف كده ما تايه، مش معايا مثلا اخ لاخويا فؤاد. طب هنعمل، مفيش، كله نفسي نفسي. فلازم نكون ونبص لنقطه الاخره. وبعدين ان انت تعمل لاخرتك، ربنا سبحانه وتعالى بييسر دنيتك. فاهم قصدي؟ ويكون ان انت تبقى واثق في ربنا. اذا كان اللي انت شايفه من وجهة نظرك انت شر، تبقى واثق في ربنا. لما انت تبقى شايفه شر، تبقى واثق في ربنا ان ده الخير ليك، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعل ده سبب ان انا ابقى مخنوق دلوقتي ومتضايق وتعبان، عشان ادعي ربنا، عشان اقرب ربنا وادعي له دعاء، ويجي كده على لساني مره واحده الدعاء ده، فربنا يستجيب ليا ويحول لي حياتي كلها. اصل مين اللي هيقدر يساعد يا اخويا؟ مين هيقدر يساعد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا انا هقدر اساعدك ولا انت هتقدر تساعدني غير باسباب بسيطه. انت فاهم قصدي؟ ودلوقتي واكتر حاجه بتضايقني، معلش، انا دلوقتي جاي لصاحبي ده بقول لك ايه يا اخويا، انا معايا مصلحه هنا ومحتاج مش عارف ايه، عشان بس هي مصلحه حرام ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني لو انا جيت وقلت له مثلا في مصلحه تانية حلال ويبقى مكسبها اقل بكتير، لا انا عايز الحرام اللي هتنجزني. طب ليه؟ طب انا لو جيت قلت لاحمد دلوقتي اهو، يا احمد انا معايا مشكله وحوار كذا 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 كذا، روح هات لي مش عارف ايه وتعالى ننور، هقول لي يلا، يلا بقلب، حتى لو احنا على غلط، يلا بقلب. طب لو جيت قلت له يا احمد، لو هو قاعد ومظبط دماغه، قلت له تعالى مثلا يا احمد ايه، نروح الجامع، هنروح نزور واحد مريض، هقول لي لا لا مش قادر. يبقى احنا كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا بايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلازم بص، هو لازم الواحد فينا يقن ان هو مغفل. والله العظيم فكر اقعد اتكلم مع نفسك كده، اقعد اتكلم مع نفسك شويه، تفقد حياتك، شوف انت بتعمل ايه، شوف ايه اللي انا بعمل ايه. فكر، بص لنفسك من جهه تانية كده، من كاميرا فوق. طب انا بعمل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ وواجه نفسك بجد. لما الواحد يواجه نفسه بجد هيحزن. وما تهربش، لان انت لما تواجه نفسك بجد هتلاقي نفسك وصلت للمرحله اللي هو خلاص بقى انا اتخنقت، انا مش عايز اتكلم. انت فاهم؟ ان انا خلاص اتخنقت ومش عايز اتكلم، بيروح سايب نفسه وماشي. لا، اقعد كمل نفسك للاخر واتكلم معاه للاخر، هتلاقي ان انت غلط في حاجات كتير. فلازم نصلح من ده وبس كده واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الاستغفار بيعمل كل ده. فاستغفر كتير هتلاقي الدنيا اتيسرت جدا. استغفروا كتير قوي والله العظيم، هتلاقي الدنيا اتيسرت. طول ما انت واقف، انا واقف، انا ممكن ابقى واقف ماسك التليفون بقلب عادي بتفرج، بس استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هتسرح، هتلاقي لسانك شغال كده. خلي لسانك راتب بذكر الله، استغفره، والله العظيم هتلاقي فتوحات غريبه. بس صلوا على النبي. وبص ده، ما ده اللي انا عمال اقول لك عليه من الصبح. ربنا يتوب علينا. والله بقى مش عشان اشيل، ما الخاتم اتسرق والله ده اللي والله ده موترني اقسم بالله. ده باذن الله ربنا هيفرج وهشيل. انا جاي وانا بصلي والله فكرت في المغرب النهارده، انا عمال كنت استنيت الخاتم يجي وبعدين نشوف هنعمل ايه. انت بتصور كلامنا ده؟ ربنا يتوب علينا. اقفل يا ابني.